السلام عليكم الإخوان، جيت نشارك معكم واحد الموضوع وبغيت نرسلو لهاد الصفحة هذه بالنسبة للناس اللي كيصيفطوا النساء ديالهم يخدموا في الحقول نتاع الفراولة، يعني في الفريزة. راه يا أخي لو كان جيت تشوف يعني هاد المهزلة هذه، راه أقسم بالله واخا تعرف راسك تاكل الخبز والماء وما تصيفطش المرأة ديالك تخدم هنايا. لان هنا الخدمه في الضيعات الفلاحيه عند الاسبان كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما ما كيبشروش بالخير. منهم هاد المغربيات ما بقاوش يعني غير مع الخليجيين ولا مع كتمشي كتقلب على الخيفي ولا كتقلب على باش تدير علاقه مع لي رومانيو ولا تدير علاقه مع الرومان ولا مع، يعني وصلت بهم لاحقر درجه وهم يتعاشروا مع الافارقه افريكانو. تصور يا اخي ولاو كيفتحوا علاقات غير شرعيه هنا في الضيعات. كتشوف داك الشيء مباشره كيمشيو للسكن ديالهم هاد الافارقه وكيدخلوا على المغربيات وكيمارسوا عليهم الدعاره، وما تقدرش انت لا تهضر ولا شي حاجه، ولكن كيبقى فيك هاد الشيء كيضرك في خاطرك. كتشوف بنت بلادك، ولكن حاشا واش تكون بنت بلادي، كتشوف كتدخل هاد الافارقه كتدخلوا وكدير معاه علاقه غير الشرعيه اللي هي مزوجه في المغرب، وكيقولوا لهم على اساس هما ما مزوجين، هما عندهم حتى شي حاجه في المغرب، وبانهم هما يا راه عزاب، وكيفتحوا علاقات غير شرعيه مع هاد الافريكان وهادو. ومي كتسالي مي كيسالي الكونترا اللي هو العقد، هما قبل ما يسالي العقد كيفتحوا علاقات مع هاد لي زافريكانو، كيمشيو معاهم للغابات. يعني كاين واحد الغابه هنا في بيلباو كيسكنوا معاهم في اكواخ، كيسكنوا معاهم في براريك، يعني من غير شروط صحيه، لا ضوء لا ماء لا حتى شي حاجه، يعني ساكنين الناس بحال الحيوانات حاشا السامعين. بالنسبه لهاد الناس اللي كيصيفطوا النساء ديالهم باش يخدموا في الضيعات الفلاحيه وكيحرقوا الاوراق ديالهم، هالمصير ديالهم كيسكنوا هنا في غابات بيلباو مع هاد العواز هادو. وهاد العواز هادو كيمتهنوا بهم الدعاره. تصور يا اخي انت المراه ولا القريبه ولا يعني شوف هاد السيده اللي عندك انت بها علاقه كتصيفطها هنا باش تخدم باسبانيا، كتمشي كتخدم ما كتكمل 6 شهور كتطلع تخرج كتهرب من العقد العمل وكتمشي تسكن مع هاد الافريكانو ولا مع هاد السودانيين ولا مع هاد الافارقه بصفه عامه، كيسكنوا معاهم في الغابات. وملي كيسكنوا مع هاد الافارقه راه ضروري كتكون في تما الدعاره. وانا شفت مشيت لدوك الغابات وشفت بعينيا وضرني خاطري، كتشوف مغربيات بالاطفال ديالهم والاباء ديالهم هما دوك الافريكانو، هما دوك الافارقه ساكنين معاهم. وواحد العيشه اللي هي يعني الراجل ما يقدرش على ديك العيشه اللي عايشينها هما في الغابات هنا في اسبانيا في بيلباو، وكيمتهنوا الدعاره. وشنو سميتو كاينين هاد الافارقه هادو اللي كاينين هنا هما كيكريو ليك مغربيات، يعني كيكريو مغربيات الافارقه وحده اخرين. تصور يا اخي كنعرف هنايا كاينين شي اكواخ هنا افارقه عنده 4 5 المغربيات، يعني شادهم بحال العبيد وكيكريهم، يعني كيكريهم لليله 40 يورو 50 يورو باش كيكريها لواحد افريقي واحد اخر هنا في الغابات ديال بيلباو هنايا. تصور يا اخي هادشي ما غادي يضرك في الخاطر وما غاديش يعجبك الحال، ولكن الواقع هو هذا. يعني ما بقاش المغرب مشوه غير عند الخليجيين ولا المغرب مشوه حتى عند يعني من جميع الدول. يعني وليتي تحشم تقول انت كاع مغربي، ولا الاسبانيين كيعايروا المغرب على اساس هويا اللي كيصيفط لهم الدعاره، والنساء المغربيات ما مربيات، وكيقول لك انتم بلد مسلم وكيفاش كديروا هذا الشيء ماشي ديال المسلمين. هذا الشيء ما كيضر في الخاطر اللي. وش غادي نقول لك، يعني ما نقدرش نعبر اكثر من هذا الشيء هذا. يعني انا ما كرهتش ندير شي فيديو ونصور لكم هاد الغابات فين كاينين هاد الناس، يعني هاد المغربيات مع هاد الافارقه. يعني والله العظيم الا يضرك في خاطرك تشوف مغربيه عايشه مع واحد افريقي، يعني حتى ديك الريحه ديالو حنا ما كان ماشي عنصري، ولكن نسبهم الريحه ديالو ما تحملهاش حتى بمترو، فما بالو كتعيش معاه في كوخ وكيمارسوا الدعاره. يعني قلت لك انا هاد الافارقه كيستغلوهم كيف العبيد وكيكريوهم الافارقه اخرين باش يمتهنوا معاهم الدعاره. يا اخي ما نبشركش
بالخير، ولا نقول لك انت راك صيفطتي مرتك باش تجي تخدم على راسها هنا في اسبانيا، راك ما صيفطتيهاش للجنه، راك صيفطتيها لجهنم وواحد البلاد غتفتح عليك بزاف د المشاكل. وإلا كان عندك اطفال معاها في المغرب، ما تصور حتى يكون عندها اطفال هنايا وما تقدرش تقول لك اللي هما مع افريكان، يعني مع بسبب الدعاره وبسبب هذا الشيء. وهذا الشيء يعني عيب وعار. وبالنسبه للحكومه المغربيه ما كرهناش الا كان شي حاجه تصيفط الرجال، ما تصيفطش العيالات. هما عندنا حنا جيران، يعني من سواء من تونس ولا من الجزائر، يعني ما حتى هما عندهم نساء ديالهم، ولكن مع ما يقدروش النساء ديالهم يعني يمشيوا ما يقدروش النساء ماشي يستحيوا. يعني ما عمري ما شفت شي مغربيه في هاد هنايا في الغابات هنايا ساكنه مع افريقي، شي جزائريه ولا شي تونسيه. كنشوف انا غير المغربيات هما اللي ساكنين هنايا مع الافارقه. وهذا الشيء راه كيحشم وكيطيح بالصوره ديال البلد، وعيب وعار. بالنسبه للحكومه المفروض تصيفط الرجال، ما تصيفطش العيالات. كما قلت لكم، ها هما عندنا جيران ديالنا اللي هما من دول عربيه وما كيصيفطوش النساء ديالهم، ولا حتى بعد مرات حتى الرجال ديالهم. صافي بغيتي اللي يخدم غنصيفط لك الراجل، ما غنصيفطلكش المراه. والله يهدي ما خلق، لان هذا الشيء هذا ما كيبشرش بالخير. والسلام عليكم.